ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ انا هاجر من قناه لولي شانيل. لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي اشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل حاجه انا بنزلها وتدوسي الكل. في كميه كبيره منكم بتعمل مشاهده، بس المشكله ان هي يعني مش دايسه اشتراك وكده. في مشاهدات كبيره على القناه. المهم يا بنات، انا نفسي اقول لكم ان انا نايمه ولسه صاحيه للاسف. انا مطبقه ومش عارفه انام، ودي حاجة تعب أعصابي جدا. الساعة دلوقتي 10:30 الصبح وأنا مش عارفة أنام. ولو نمت يوم بدري وصحيت بدري برجع أنام في نص اليوم، مش قادرة إن أنا أكمل وكده. النهاردة مش هعمل روتين، أنا زي ما قايلة لكم بقالي يومين تعبانة وكده، شكلي واخدة دور برد وبيجي بالليل بيتقل عليا قوي. فعشان كده ممكن ما بعرفش أنام منه. فالشقة متروقة وكل حاجة، أنا هعمل بس غدا بسيط، مش مكلف يعني. حاجات موجودة في البيت، ولا لحوم ولا فراخ ولا اي حاجة، حاجات موجودة معانا هعملها معاكم. وده هيبقى الغدا بتاعنا النهاردة، وهنشوف برضو العشاء مع بعض بالليل هعمله معاكم. انا النهاردة هعمل الاكل على مرتين، هعمل غدا وهعمل عشاء. بالطبيعي ان احنا بنقوم اصلا بنتغدى، يعتبر ما فيش فطار، بنتغدى مش عشان حاجة ان احنا بنسهر. فبيعتبر وجبة الفطار دي مش موجودة، بنتغدى بقى ونتعشى نتعشى كذا مرة. هي الفطار بس بسبب سهرنا. إيه، بنصحى متأخر، يعني أنا ممكن أصحى على الساعة 5 الساعة 6. مش عارفة أظبط مواعيدي ولا عارفة أعمل أي حاجة. تعبت، والبنات كمان بتسهر معايا. اللي هو أنا بصحى بس هيثم هو نزل بكون صاحية، ولما بيجي من الشغل برضو بكون صاحية. يعني مش عارفة، تعبت من السهر ده ومش عارفة أعمل ايه فيه. ف بس هو يومنا زي ما قلت لكم كده، روتين بسيط. مش هعمل حاجة في الشقة. هو الأكل وبس، وهنكمل اليوم، يمكن أعمل روتين ويمكن لأ. وكمان زي ما انتوا عارفين ان ليندا داخله كي جي 2، فعايزه انزل اجيب لها حاجات للمدرسه وكده وشنطه المدرسه واللبس بس. مش عارفه اظبط نفسي يعني، عشان طبعا بصحى متاخر، وهيثم كتير قال لي ان هو يجيبهم وكده. بس انا عارفه انا عايزه اجيب لها ايه. عايزه اجيب لها حاجات معينه وطبعا الرجاله ملهاش خلق، ولو جابت حاجه هي مش هتبدلها ولا ترجعها. انا جوزي من النوع ده. فانا لا، انا عايزه انزل انا اجيب لها حاجتها. وكمان هو جايب لها كاوتشات، فانا عايزه انزل اجيب لها شرابات واجيب لها اللبس بتاع المدرسه والشنطه والاقلام والمقلمه واللانش بوكس والحاجات اللي انتوا عارفينها دي، وكراساتها وسكتشات الرسم والحاجات دي. فعايزه انزل اجيبها لها، عشان بتيجي في الاخر كده والدنيا بتزحم وما بلاقيش الحاجه اللي انا عايزاها. وطبعا انا بحب اجيب لها كل كراستين شكل. يعني لو جبت دستة بجيبها رسومات مختلفة، بنوتات، فمش بجيبها ومحدش يعني يقول لي روحي الفجالة وكده. لا، انا معيش غيرها، هي اللي هي هتخش كي جي 2، ومليكة لسه صغيرة لسه مش هتروح حتى حضانة عادية. لكن ليندا في نفس المدرسة اللي هي فيها الحضانة دي. ف فهي بس اللي هجيب لها. يعني مش هنزل الفجالة، مش هجيب حاجات كتير، هي بجيبلها قوي دستتين ودستتين مشكلين يعني. فمش هجيب حاجات كتير ان انا انزل الفجالة وكده. والشنطة ممكن اجيبها من المكان اللي انا فيه، ان انا عندي يعني الجملة نفسها. ممكن انزل تحت العتبة او كوم الشيخ سلامة اجيب منه، بس لسه هشوف ان انا هجيب لها شنطتين. يعني هو انا برضو السنه اللي فاتت جبت لها شنطتين، وعندها والله شنط كانت بتاعه الحضانه الاولانيه. بس طبعا زي ما متعودين ان احنا كل سنه انا هجيب لها الشنطتين دول، اللي هو الترم الاولاني والترم التاني. هي مش بتروحوا كله، بس يعني انا متعوده ان انا اجيبهم لها، وهجيبهم برضو سعرهم بسيط، مش اللي هو الاصل. بصي يا بنات، هنا دي هنجيب بصله متوسطه الحجم، مش هنشغل عليها الكبه ولا اي حاجه، ان هي بصلايه واحده يعني، مش 100 بصلايه فهنشغل الكبه. فهجيبها واخرطها كده. بس طبعا السكينة عايزة سكينة تانية. عايزة اخد السكاكين اللي عندي واديهم للسنين، او اللي بيسن السكاكين وكده يعملهم لي. آه كنت اقول لكم ايه، الطقم ده تيفال، الطقم ده من بوليسي بقاله 6 سنين. بس انا ما كنتش لسه اعرف، كنت بعمل المعلقه وكده، او كنت مستهتره. وعندي طقم جرانيت كمان، مش السيراميك اللي قصاده ده، لا جرانيت. ومش عارفه هو نوع بقى اللي مش حلو ولا انا اللي بهدلته. المهم هو قشر خالص من جوه. انا عايزه اجيب، ما كنت بدعكه بالسلكه البلدي، فعايزه اكمله خالص. هو نفس الطعم اللي عمتي، وهي مكمله خالص مخليها عادي من جوه ومن بره الجرانيت زي ما هو. فعايزه اكمله كده.
وهنعمل في الصلصة برضو. وهنا بصوا البصلاية، وهنا بقى عقبال ما البصلايه بتاعتنا تسبق هولع هنا الحلة التانية دي هولع عليها. هتشوفوا هنعمل ايه فيها. بصوا بقى يا بنات، انا بنتي ليندا عايزه عدس، العدس اللي احنا بنعمله في الشتاء وكده، هي نفسها فيه وعماله تطلبه. طبعا الجو حر، بس عشان نفسها فيه انا هعمله لها على الغدا، مش هقدر اعمله لها على العشاء عشان الجو ما يبقاش حر قوي. وبصراحه انا مش من محبينه قوي، فانا بابا بفضل الكشري اللي بعدس الاصفر. اللي عارفه بقى يا ريت يقول لي ان هو عارفه بيعمله بالطريقه دي ولا لا، ولو عندكم طرق تاني عرفوني برضو عليها، ممكن تكون احسن واجربها، وانتوا كمان جربوا وصفتي فيه. وهنا كده هكون غاسله الرز والعدس بنفس الشكل ده، نفس الشكل مع بعض، وهبدا ان انا اصفيه. يعني هنا البصلايه بصوا هنا بالشكل ده كده هنبدأ نشوحه او نخليه يعني يندمج مع البصله وكده اكننا بنعمل رز عادي. هو هنا انا حاطه نص كيلو من الرز، عليه ربع كيلو من العدس الاصفر، مش العدس اللي هو الجبه. وهبدا ان انا اشوحه كده، هفلفله زي اكني بفلفل الرز، وامشوا معايا خطوه بخطوه والله هتعجبكم. وهنا بقى عشا خفيف كده وانا نفسي فيه، فقلت هقوم غدا، معلش يا بنات غدا مش عشا، نفسي فيه فقلت ايه هعمله كده على الغدا يعني، برضو مش هتنفع العشاء عشان الجو حر وكده، فحاجه بسيطه كده على الغدا يا رب تعجبكم. بصوا بقى، في ناس بتعمله مسمياه كشري اسكندراني، رز بالعدس، عدس بالرز زي ما بتسموه يعني. وكمان بيسلقوا مع بيض، وساعات بيكسروا البيضايه كده، يفحروا ويكسروا البيضايه ويحطوها، بس انا الصراحه مش بحبه، لكن في ناس بتعمله كده وهي اذواق. آه، هنا بنفضل نقلبه اكننا بنقلب الرز العادي كده، المهم ايه ان هو يفلفل معانا، ما يكونش ايه يعجن. وكمية المية برضو اقل من الرز العادي اللي بنعمله، عشان ما يبقاش يعني ما يبقاش عامل معانا. ونبدأ زي ما احنا كده بنقلب. والحلة التانية دي انا هعمل فيها شوربة العدس، بس انا هحط لها الشعرية والتومة، مش بحبها شوربة. حطيت طماطمية وبصلتين صغيرين كده مش كبار، ومفروض ان انا احط جزرايه، بس انا عندي الجزر في الفريزر مقطعاه، يعني كنت سلقاه وحاطاه في الفريزر، فهطلعه بس وهو بيضرب في الهاند بلندر او الخلاط المتوفر عندك اضربيه بيه. بصوا بصوا هنا هنا وهحط وهحط معلقه معلقه ملح ملح صغيره صغيره عشان عشان احط احط المكعبات المكعبات بتاعتها كمان. كمان. وهحط وهحط هنا هنا كركم. كركم. في ناس ما بتحبوش بالطريقه دي، بس عايزه اقول لك ان هو بيعزز اللون برضو بتاعه، بيخليه اصفر. المعلقه دي صغيره مش كبيره، ماشي. بصوا بقى، شايفين الكمية دي؟ يعني هو انا الربع اسماه على الاتنين، هغسله واحطه هنا. بصوا هو ده اللي باقي من الربع، يعني انا واخده الربع على ربعين، اسماه على اتنين. وهنا كنت وطيت على الكشري، وهنا على العدس نزلته، وهحط فصين بس توم، فصين من التوم. بصوا بقى يا بنات، هنا قلت عبال ما يتعمل يعني يستوي اعمل الصلصه بتاعته. هحط برضو حبه زيت صغيرين كده، يعني مش كتير، ووطيت على الاكل كله واطي عليه، مفيش بس غير عقبال ما هو يستوي. هنعمل الصلصه بتاعته مع بعض. هنا هاخد توميه كده زي نص معلقه توم، التوم ده متضاف له شطه وملح، برضو سنه ملح صغيره عشان انا لسه هحط ملح في باقي الاكل. ممكن بقى انتوا تعملوه صلصه، تعملوه بسلطه، براحتكم، هي دي طريقته. يعني هطشها دلوقتي، هنزل عليها يعني بالصلصه، بس قبل ما انزل عليها بالصلصه هحط لها سنه خل اول ما تاخد اللون الذهبي ده كده، عشان انا بحب الريحه دي قوي. وهنا طبعا العدس اللي هو التاني خلاص قرب يستوي، والتاني بصوا كده زي ما انتم شايفين. الخل بقى مخلي الريحه ايه يا سلام.
بجد انا بحب الطشه دي قوي، بحب اعملها في الفته وفي الخل وفي الكشري ده وفي كمان الطاجن الكوارع، بحب اعملها قوي في الحاجات دي، ريحتها مش قادره اقول لكم. هننزل بالطماطم وبعد كده طبعا مش هننزل كزبره وكمون، هننزل بيهم. بصي هي الكميه دي ان احنا بنحب الصلصه يعني وبعدين ده معادل نص كيلو طماطم مضروب، انا مش شايله مش مفرزه حاجه، هفرز معاكم كل ده فريش وتوم وكله فريش، فده ما يعادل نص كيلو. عايزه اقول لكم الحله دي من دخلتي هي مفروض جرانيت، بس انا طبعا كنت بستخدم المعلقه والسلكه البلدي وكده فبوظتها، فعايزه اكمل عليها. بصوا هنا كده هنزل بمعلقه كزبره، طبعا بنعمل طشه يبقى كزبره وكمون، ده اهم حاجه هنزل بيهم. وهنا برضو معلقه كمون بس بفضيه كده، يعني هي بصي المعلقه دي يا بنات مش كبيره، هي صغنطوطه، فهي يعتبر نص معلقه او ربع معلقه من معلقه الشاي، المعلقه الصغيره اللي احنا بنعير بيها الاكل. وهحط كمان شطه ومكعب مرقه وملح، بس هدوب دول كده. بصوا احنا هنا ضفنا الشطه وهنا مكعب المرقه ده فاين فودز هنضيفه هو كمان، والملح بس. وهنوطي هنسيبها بس تدي غلوتين وهنوطي عليها بقى، وكده يبقى الاكل بتاعنا خلص. بصوا هنا بقى الكشري يعني مفلفل، كل رزايه برزتها ما فيهوش اي حاجه، وكمان الصلصه احنا حطينا معاها قرن فلفل اخضر واحنا بنضربها. بصوا هو كده كده كان كان يعتبر يعتبر خلاص خلاص استوى، استوى، فانا هطفي فانا هطفي عليه عليه عشان عشان اضربه بالخلاط بقى، هاند بلندر اللي يعجبك تضربيه فيها. وفي ناس بتسيبه كده يعني وبتحط له الشعريه او بيبقى اسمه سقاوه متهيألي وبياكلوه كده، لكن انا هضربه في الخلاط وهحمر له الشعريه بتاعته، وكمان هحمر معاه التومه، هتشوفوا كل حاجه. بصوا يا بنات بقى زي ما انتم شايفين نفس الحله اللي كان فيها العدس، هننزل يعني هنحط هنا نقطتين زيت، نقطتين ايه حبة زيت معلش، وهننزل عليهم كده بالشعرية بس نفتح الكيس. بصوا بقى يا بنات، هو احنا حطينا هنا مع الصلصه معلقه سكر، وحطينا كمان قرن فلفل والقوطه بتتضرب في الخلاط، وشوربه العدس كان عندي انا جزر في الفريزر، كنت مقطعاه حلقات وكده وشايلاه، يعني كان مسلوق نص سلقه وكان مشال فما كانش ينفع احطه، فحطيته طبعا ايه طلعته وحطيته مع العدس وهو بيتضرب في الخلاط. هنا هنحمرها، واحنا بنحمرها هنوسع في النص وهننزل بمعلقه ثوم. ماشي. وهبدأ ان انا احمره، طبعا البوتاجاز كله عايز يتغسل، كنت مقمره عليه عيش من شويه اللي ده كنت بعمل لها ساندوتش جبنه قبل ما تنام، والرده اتحرقت عليه وانا بعمل عليه الاكل، هخلص معاكم وكمان اغسله عشان انا لو سبته كده هيعلم فيه ومش هيطلع. انا عندي معظم العيون باظت بسبب ان انا يعني جربت منتج وكده على العيون بقى لونها زي رمادي كده وباظت، ما بقتش زي الاول معايا، فحاول اشوف لها طريقه ان انا انضفها. بصوا انا عايزه الشعريه كده تبقى يعني داخله على اللون الذهبي، وعشان هي لسه هتكمل سوا، وهوسع كده في النص زي ما انتم شايفين، وهنزل بقى ايه بمعلقه ثوم زي ما انا وسعت كده في النص، هنزل هنا بمعلقه الثوم. طبعا انا ده كله لسه دقاها، بصوا هتتحمر بس معاه اللي هي كده في النص، يا دوبك هتاخد الريحه، وهنقلب كله في بعضه كده زي ما احنا شايفين بس. وهنيجي بقى هنا هنستناها كلها لما تبقى لون واحد، وهنا ضربنا العدس في الخلاط او الهاند بلندر اللي موجود عندك،
اللي انت بتحبي تضربي فيه ضربناه كتير، وهننزل عليه كده. بصوا يا بنات بقى، هنا حطينا الملح وسن الشطه زي ما انتم شايفين، وهتبدا ايدينا فيه باستمرار كده، بس عشان ايه؟ يعني الشعريه لسه ناشفه وما تلزقش، وملح ونص مكعب مرقه. وهما البنات بياكلوا شطه، بس خوفا ايه لحد يقول لا، وانا ما بعملوش قوي، فانا عاملاه عشان ليندا، فخوفا اللي هي تقول لا مش عايز يعني حراق او حاجه. وحطينا سنه بس بسيطه، وده كان كده. وكمان ما تنسوش ان احنا حاطين كزبره وكمون وملح وشطه في التومه، فاحنا بنحط حاجات بسيطه عشان بس ايه ما يعملش مننا. بص هو هنا خفيف اهو، هو هيتقل طبعا. ده كله بقى مضروب في الخلاط، مفيش بس غير الشعريه اللي هي هتلف معاه. ف يعني انا بحب ده كده، ما بحبش اللي هو خفيف. ده اللي ممكن اكله يعني شويه، لكن اللي هو الشوربه ده ما بنملوش. وتاكلوا بقى بمعلقه، تقطعوا فيه عيش، تعملوا فتة عدس. بصوا هنا كانت التسبيكه خلاص اتعملت، خلاص اتسبكت كده اهوت عليها. وهنا زي ما قلت لكم ايدي هتفضل فيه خوفا بس اللي هو يلزق او حاجه، مع ان الحله ده يعني الطقم ده سيراميك، مش بيلزق فيه اي حاجه، بس خوفا لا يحصل له حاجه. وكده كانت اكلتنا خلصت. انا هغديهم واحاول ان انا ما انامش، وانزل اروح عند مامتي او حماتي، لسه هشوف. المهم ان انا ما انامش، ولما اجي بقى هعمل العشاء معاكم برضو. مش عارفه ده روتين او فيديو هينزل لكم لوحده ولا الاتنين مع بعض، زي ما هنشوف. اهو الجو النهارده حر، بس احنا هنقعد كده تحت التكييف بالاكله دي كانت اكلتنا النهارده، يا رب تعجبكم. اكل حاجته كلها في البيت. وده كان شكل الاطباق بتاعتنا، كنت انا والبنات بس. انا حطيت ليا وحطيت طبق لمليكه، لا ممكن ما تحبوش يعني فتاكل معايا اللي هو الكشري. واكله كل مكوناتها موجوده في البيت واقتصاديه، وبتوحشنا فعلا. يعني هي عايزه جو يكون شتا شويه، بس يلا على نفسهم اعمل لهم اللي هم عايزينه. فالاكله بتوحشنا، فممكن نجدد يعني حاجات كده بسيطه في بيتنا في مطبخنا. مش كل يوم لحوم ولحوم، الحاجة كلها غالية، والله يكون في عون الناس كلها يعني، ويقدر الناس. فحاجة بسيطة كده، غدوة بسيطة. وهعمل معاكم عشاء عشان انا جوزي ما بيحبش الاكل ده، فهعمل عشاء بالليل مع الروتين هينزل لكم. باي باي يا بنات.